نصيحة: مانك مضطر تشرح وتعيد، أو لا تضلك تشرح وتعيد نفس الموضوع أو أي موضوع مع أشخاص معتبرين حالهم بيعرفوه. هن معتبرين حالهم بيفهموا بكل شيء وعاملين فيها أبو العريف. ولا تحاول تقارب وجهات نظر بينك وبينهم، ولا تترجم أي شيء بينك وبينهم، لأن هن لا تقارب ولا لغات، الحمد لله. عالم كلام الليل يمحوه النهار. يعني بتكون اليوم عم تحكي معهم بأي موضوع، بتقدم معلومة أو بتحكي معلومة إن مار عليك، أو تاني يوم أو بعد يومين بتحكي معهم بيجوا بيقدموا لك نفس المعلومة أو بيحكوا نفس المعلومة على أساس هن عم يعطوك إياها. عرفت كيف؟ عقد نقص يا أخي. هاي العالم عبارة عن كتلة مغناطيسية متوارثة من عقد النقص والأمراض النرجسية والأنا وعدم الثقة بالنفس، وعقد لا تعد ولا تحصى. هاي العالم نصيحة لا تتعاطف معها. يعني وقت بيحكوا لك موضوع، هذا الموضوع ما بيكون صاير، بألفوه كما يتمنوا أن يحصل. يعني إنه بيتمنوا يصير هيك، فبيحكوا لك الموضوع على أساس إنه صاير. فلهيك الموضوع كذب، لا تتعاطف معه، لأنه على طول آخذين دور المظلومين. والعالم كلها ظالمة، وكل ما تعاطفت معهم كل ما زاد هرمون أنا مظلوم. نصيحة: لا تشارك مواضيعك مع هيك عالم، لأن هن طاقة سلبية لإلك. لأنه الشخص الصح يلي بتشاركه موضوع أو هم أو مشكلة صايرة معك، الشخص الصح هو يلي ما بيلومك، هو الشخص يلي بيشاركك تلاقي الحل أو بيشاركك الحل نفسه. هذا الشخص احتفظ فيه وأوثق فيه، يعني خلي هذا محل ثقة، لأنه الشخص يلي بيتفاخر شو عم يقدم للعالم هو شخص مريض. حتى لو كان عم يقدم معلومة، لأنه هو عامل فيها شيخ عرب، وعلى أساس كل العالم بتجي كجاهة. يعني عرفت كيف؟ الوجاهات هو اللي عنده الحلول كلها. عالم مريضة يا أخي. لهيك خليك بعيد عنه، وشارك مواضيعك مع حالك ومع الشخص الصح. خليك واعي.